صباح الفل والورد والياسمين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. تعالوا النهارده نعمل مع بعض كفته البشوات، كفته داوود باشا. هنعملها ازاي؟ بطريقه سهله جدا ومش هتاخد مننا وقت، ومكونات موجوده عند الناس كلها. انا جبت النهارده نص كيلو لحمه مفرومه. هحتاج عليه نص ربطه كزبره خضراء، هناخد الورق بتاعها بس، وبصلتين متوسطين مبشورين ناعم ومصفياهم من الميه بتاعتهم، ومعلقتين بقسماط. وهنا بقى اهم نقطة، التوابل بتاعتي: ملح، جنزبيل وده هيودي معانا الطعم في حتة تانية خالص، فلفل اصفر، بابريكا، وسبع بهارات. مش هنحتاج لها اكتر من كده، وتعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. دي اللحمة المفرومة بتاعتي، هنزل عليها بالبصل. زي ما انتم شايفين البصل عندي ناشف، مصفيه من كل السوائل بتاعته، لان انا عايزه القوام بتاع اللحم بتاعي يبقى متماسك، ما يبقاش فيه ميه كتير او يبقى سايل. وادي الكزبره، والبقسماط بتاعي، وهنزل بالتوابل كلها. وهبتدي اعجن المكونات كلها مع بعض، عشان اللحمه المفرومه تشربها كلها وتبقى كلها قوام واحد. ما استعجلش عليها في العجن، وعجنها كويس، عجنها مثلا لمده 5 دقايق كده ولا حاجه، عشان كمان اتاكد ان التوابل بتاعتي تكون اتوزعت كويس فيها. كده انا عجنت اللحمه المفرومه بتاعتي، قعدت تقريبا 5 دقايق اعجن فيها لحد ما بقت معايا بالشكل ده. وهسيب الكميه بتاعتي لمده ساعه تقريبا، عشان البصل والتوابل واللحمه يبقى طعمهم حلو. كل ما هنغيب اي خلطه هنعملها في البصل، كل ما هنحطها في البصل حبه اكتر، كل ما هيدينا نتيجه افضل وطعم احسن. انا سبتها تقريبا ساعه، وهبتدي اشكلها دلوقتي. اجيب الطبق بتاعي، واخد جزء على كف ايدي كده، ابتدي اشكلها واضغط عليها بكف ايدي كده وانا بشكلها، عشان اتاكد ان انا لما اجي احطها في الصلصه بتاعتي ما تفكش مني كده. هكمل تشكيل الكميه بتاعتي وارجع لكم. انا كده شكلت كل الكميه بتاعتي اللي معايا النهارده، واروح اديلها صدمه على النار قبل ما اكمل باقي الخطوات. انا كده جبت معايا طاسه على النار، وهنزل بمعلقه سمنه كبيره، لحد ما السمنه اللي معايا تسيح وتسخن. كده السمنه ساحت معانا، وهنزل الكفته بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم.
استنى عليها اقل من دقيقه قبل ما ابتدي اقلبها. كده اتاكدت ان السمنه طالتها كلها. ابتدي اقلبها كده. انا عايزاها تستوي معايا تقريبا بنسبه 40 او 50%، لان هي هتكمل سواها في الصلصه. زي ما انتم شايفين لونها ابتدى يغير معايا. بستمر في التقليب عشان ما تتعملش من جنب واحد بس، تتشوح من كل الجوانب. الجنزبيل مع البابريكا مدين للكفته ريحه رهيبه. الواحد جاع وهي لسه ما استوتش. كده احنا شوحناها معانا ومشوحين على نار هاديه عشان مش عايزينها تستوي قوي، لان لسه هتكمل سوا في الصلصه. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنرفعها كده. احنا رفعناها، ونفس السمنه اللي احنا شوحنا فيها الكفته هننزل فيها ببصلايه متوسطه مبشوره ناعمه، مش مصفياها من ميتها ولا حاجه. مع استمرار التقليب وعند الخطوه دي هعلي النار شويه صغيرين. كده البصل شرب السمنه وابتدى لونه يتغير ويستوي معانا. هنزل عليه ب3 فصوص ثوم مفرومين، مع استمرار التقليب برضو. ريحه الثوم رهيبه. البصله اتشوحت معانا زي ما انتم شايفين. وهكون مجهزه 2.5 كوباية من عصير الطماطم، وهنزل بالراحه. اكبر الله اعظم والدوام لله. عصير الطماطم بتاعي المفروض يكون تقيل، ما يكونش ضرباه خفيف. واقلب. وهنزل عليه بمعلقه صغيره ملح. انا هنا ما كترتش ملح لان الكفته بتاعتي اصلا عليها ملح. ونص معلقه فلفل اسمر. ومش هحتاج توابل اكتر من كده. قلب. الله اكبر، الله اعظم، الحمد لله. ونغطيها ونسيب الصلصه تتسبك شويه. كده الصلصه تقلت معانا يا جماعه، استوت خلاص. هبتدي انزل بالكفته بتاعتي، ودي تاني اهم نقطه، تكون الصلصه بتغلي عشان الكفته ما تفكش معايا. وبسم الله.
وهغطي عليها تاني واسيبها من 10 دقايق لربع ساعة على نار متوسطة. انا كده استنيت عليها حوالي ربع ساعة، وكده الصلصة تقلت معايا والكفتة شربت الصلصة ومتماسكة. وعند الخطوة دي خلاص انا هطفيه على النار. وبكده يبقى خلصنا معانا الوصفة بتاعتنا النهاردة. زي ما انتوا شايفين صلصة تقيلة والكفتة ماسكة نفسها، ريحتها خطيرة وطعمها خطير. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي النهاردة ما تنسوش تضغطوا على لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي وتضغطوا على زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كانت معاكم غادة سمير من قناة دودي وماسة كيتشن. اشوفكم بخير بإذن الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.